مساء الخير، أنا سامح. خبرتي في مجال إدارة العمليات لوجيستكس أو Last Mile Delivery أو في الرايد هيلينج. حابب إن أنا أشارك معاكم خبرتي ببساطة. عشان تقدر تشتغل بشكل محدد لازم تكون عارف معلومات كتير قوي عن البيزنس. خلينا نشرح مع بعض شوية معلومات هتفيدك. أول حاجة هنشرحها النهاردة هي الاقتصاد التشاركي. يعني إيه اقتصاد تشاركي؟ الفكرة ببساطة إن أنت عندك سلعة أو خدمة قررت تأجرها لوقت محدد، في حد تاني هيأجر منك السلعة دي أو هيستفيد منها لوقت محدد بس مش هيشتريها. خلينا نقول ببساطة إن الاقتصاد التشاركي هو إن الناس بدل ما تشتري الحاجة من بعض وتكون الحاجة غالية زي العربيات زي الشقق، هيبدأوا يشاركوا الحاجات دي ويأجروها من بعض. يعني لو عندك عربية مركونة هتأجرها، لو عندك شقة مقفولة هتأجرها. انت كده كسبت فلوس والطرف التاني استفاد ان هو يستخدم الحاجة دي من غير ما يشتريها ويتكلف فلوس شرائها. نفس الكلام بينطبق على حاجات تانية كتير زي انك تأجر شقة لو فاضية او تشاركها على اير بي ام بي. ده اللي بيخليك بالظبط لو عندك عربية تفكر تقول لا انا هروح اشتغل في اوبر عشان ازود دخلي، عشان ازود مصادر دخلي. الفكرة ببساطة انه الاقتصاد الشراكي بيقول ان احنا هنحاول نستفيد من كل الموارد اللي عندنا بإن إحنا نتيحها للإيجار أو للمشاركة، والطرف التاني يبقى استخدمها واستعان بيها بفلوس قليلة بدل ما يتكلف فلوس شرائها، لأن هي في الغالب بتكون حاجات غالية. أشوفكم الفيديو الجاي.